أول لحركة الثقافة والتنوع. مرحبا سعلي، مرحبا بك. يقول يلزمنا قد ما الواحد يحكي على ما قام به الرئيس بن علي تونس بالثقافة وشوية. أنا كما يقولها وأما بنعمة ربك فحدث. سعلي العبيدي. شكرا. حركة الثقافة والتنوع. حركة الثقافة والتنوع هو حزب ينتمي إلى اليسار، هو حزب مرجعيته كلها يسارية، وخاصة اليسار من مبادئ ومرجعيات فلسفية معروفة ظهرت في القرن ال19 وغير ذلك. وفي نفس الوقت ينتمي هذا الحزب إلى كل فكر تقدمي تونسي أولا وعربي وافريقي. اصبحت عليه تونس قبل كل شيء من نعمه وازدهار وخيرات. يعني شو نقول، يلزمنا قد ما الواحد يحكي على ما قام به الرئيس بن علي تونس بالثقافه وشويه. انا كما يقولها واما بنعمه ربك فحدث. انا نسانده لانه طور تونس، انقذ تونس، اصبحت منيعه، اصبحت تبدع، اصبحت في الطليعه في كل شيء، ونسانده من اجل التنميه في كل مكان. وانا من اصيل منطقه اسمها الضيف، الحمد لله توا مواطن الشغل بال500 مواطن شغل في الاسبوع وشركات. ونسانده ايضا باعتباري كانسان نخدم في الثقافه اشعار، وليت عندي مجال اختيار باش نبدع في الاتجاه بكل حريه. فمعناها اقل شيء، وهذا اقل ايمان انا اسانده من اجل الحريه اللي عطاها لي، حريه في كل شيء.